من اهم القرارات اللي انت لازم تاخدها، وهي علاقتك بنفسك، وهي انك انت اوعى تقلل من نفسك علشان خاطر اي مخلوق، واوعى تيجي على راحتك النفسية وتيجي على نفسك علشان خاطر اي حد. قاعدة خدها طول حياتك، انك انت تقطع ودنك وما تسمعش لأي آراء سلبية فيك. شوف كل الآراء السلبية اللي فيك وارميها في أقرب زبالة تقابلك ولا تشغلك في أي حاجة. اوعى تدي نص 1% للآراء السلبية، واوعى تسمع ليها أو تديها أي اهتمام. ركز في شغلك، او ركز في حلمك اللي انت عاوز تحققه، او ركز ايا كان الهدف اللي انت عاوز توصل له، واعمل كل اللي تقدر عليه واعمل اللي عليك، واوعى تشغل بالك بالنتيجة. ليه بقى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بنفسه هو اللي ضامن لك النتيجة. انت ايه مش فاكر آية لما ربنا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بنفسه هو اللي هيحافظ لك على رزقك، هو اللي مش هيضيع لك سعيك، لأن ربنا سبحانه وتعالى بنفسه هو اللي ضامن لك النتيجة. فاطمن، وبلاش التعلق المرضي سواء بالأشياء أو بالأشخاص. أكتر حاجة ممكن تخليك تعيس في حياتك، أكتر حاجة ممكن تخليك ما تفرحش ابدا في حياتك وانك انت ما تعرفش تعيش حياتك، هو التعلق المرضي. عاوز اقولك ان التعلق المرضي من اكتر الامراض في علم النفس اللي ممكن تدمر حياة شخص كله. واكيد زي ما انت عارف انا عمورة اللايف كوتش بتاعك.